السلام عليكم الإخوان، تحياتي لكم مرة أخرى. معكم ستيف ريبوبليكان وأسامة. تحياتي لإخواننا الجزائريين الأحرار، تحياتي للمغاربة الأحرار، تحياتي لإخواننا الصحراوة، تحياتي للمعتقلين السياسيين، تحياتي للشعب الحر. حرية لجميع المعتقلين السياسيين بدون استثناء، بغض النظر عن الخلافات السياسية والإيديولوجية ديالهم. هذا ما كان الإخوان، تحية لجميع الشعوب الحرة أينما كانت. الإخوان، اليوم غادي نحاول هنا بسرعة، نحاول ما نطولش لأن صاحبي راه بزاف ما يتقال. في هذا الفيديو هذا غادي نتكلم على التحليل العميق وما وراء حقيقة هاد الغزوة، هاد الهجرة الغير الشرعية اللي تم، يعني اللي هي ممنهجة، اللي تم إطلاق ديالها على إسبانيا. إخوان، لازم أنكم تعرفوا واحد القضية قبل ما نجيكم شوي باش تفهموا. كنت من قبل تكلمت لكم على مشروع ديال إسرائيل الكبرى، ياك؟ وهو راه في طور، يعني القيام والعمل، وراه مازال غاديين في المشروع ديالو. وملي كنتكلموا على إسرائيل، هي ماشي فقط واحد المشروع اللي هو فقط، يعني آه، يتمركز فقط في الشرق الأوسط. لا، هو واحد المشروع إمبريالي صهيوني إمبريالي، والهدف ديالهم هو يعني السيطرة على العالم، وليس فقط يعني بحال الولايات المتحدة الأمريكية، هي حتى هي راه مندمجة في هذا المشروع الصهيوني. راكم عارفين، يعني راهم كيدعموا بعضياتهم، وهي أصلا راه يعني داخلة في هذا المشروع الصهيوني. إذا رجوعا إلى الموضوع، ومن بين هذه الأماكن هذه، من بين يعني هذا اللي داخل في هذا المشروع ديالهم هو شمال إفريقيا. وهذه البوابة هذه ديال هذا المشروع الصهيوني الإمبريالي هو المغرب، للدخول إلى شمال إفريقيا، وتمركز هذا المشروع هذا على أبواب أوروبا. وليس هناك بلد أو موقع أفضل من المغرب، لأنه هو الوطن، لأنه هو البلد الوحيد اللي عنده يعني فرونتيرا أو حدود قريبة، جد قريبة مع أوروبا. هذا رقم واحد. وكذلك كنت تكلمت لكم من قبل على المسألة ديال الجزائر، لما نعاود ندخل في هذا الموضوع من جديد، والاستيلاء يعني والهيمنة على شمال إفريقيا، والغاز اللي كيجي من نيجير إلى آخره، وزيد نيجيري إلى آخره، وزيد 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 وزيد، داكشي داخله فيه حتى المسألة ديال الصحراء الغربية، وعلاش وعلاش وعلاش، بلا ما راه كنت قلت لكم أنهم راه غيتم، يعني المنطقة غتشهد واحد الاضطرابات كبيرة، لأنه باغيين يستضعفوا الجزائر. وغادي يستعملوا القضيه ديال الصحراء الغربيه في هذه المساله، وزيد وزيد. اللي ما تفرجش الاخوان يدخل يتفرج في الفيديو القديم ديالي حول ان المغرب اصبح اسرائيل شمال افريقيا. دابا شنو هادشي هذا عنده علاقه شنو العلاقه ديالو بهذا الهجوم هذا، بهذه الهجره غير الشرعيه اللي وقعت مؤخرا؟ الاخوان، راه من المستحيل ان النظام الملكي غادي يسمح بشي هجره بحال هكا الا ما حلوش ليهم. وراه كاينين الناس راه كدوز معلومات قال لك راه كانوا مزيرين ومن بعد حلوا في الحدود، حلوا لان السلطات المغربيه والاجهزه الامنيه ديال المغرب هي اللي حلات، هي اللي عطات لي سباس وخلات بنادم يدوز. من بعد عاد رجعوا كمل، فهمتيني؟ شنو الهدف من هادشي هذا اخوان؟ عنده علاقه بالصهيونيه، ياك؟ في يعني كجواب على المواقف والقرارات الأخيرة اللي اتخذتها إسبانيا ضد السياسات ديال الصهاينة وضد السياسات ديال ترامب، اللي هي كذلك متعلقة بالصهاينة. لأن كما كنا تنعرفوا مؤخرا أن إسبانيا هي من بين الدول، إذا صح التعبير، الوحيدة اللي اتخذت مواقف صارمة في الدعم ديالها للشعب الفلسطيني، وفي انتقاده ديالها للسياسات والتجاوزات والجرائم اللي كترتكب إسرائيل في فلسطين وفي الشرق الأوسط، ياك؟ و يعني مواجهة مباشرة مع ترامب وسياسة ترامب
اللاديمقراطية والإمبريالية. وهذا الهجوم هذا بمباركة الصهاينة مع النظام الملكي، استعملوا النظام الملكي باش يعطيو جواب لإسبانيا أننا نشوفوا أننا قادرين على أن نهدد استقرار بلدك، أننا غنطلقوا عليك الوحوش المغاربة، الشعب المغربي الفقير المجوع، وغنخلقوا لك أزمة عظيمة وكبيرة ديال الهجرة اللي ما تستطيعيش يعني تليديريها، يعني ما تستطيعيش تقاوميها او لا تكونتروليها. وفعلا هما استطاعوا يبينوا على هادشي هذا، لان حتى رئيس الوزراء او لا ديال اسبانيا راه كان خرج وقال هذا هجوم ضد السياده وضد الامن القومي ديال اسبانيا. هما راه ما ناعسينش على ودنيهم، راه عارفين شنو واقع. ومن هذا الهدف، من هادشي كامل، يريدون عزل اسبانيا، فهمتيني، عزل اسبانيا بسبب هذه الهجره الغير الشرعيه. لان هذه الهجره الغير الشرعيه ودخول الالاف كبوابه من اسبانيا غادي يقوم بعزل اسبانيا على الاتحاد الاوروبي. لان داك الشيء علاش هما الا لاحظتوا غير مؤخرا من وقع هذا المشكل هذا ديال الهجره، راه الرئيسه ديال ايطاليا يعني اعطات يعني ماشي القرار، يعني عطات اش كتسميوه باللغه العربيه، واحد المشروع او لا قانون او لا قانون اضطراري كنسميوه مثلا اذا صح تعبير الاخوان، على انهم يفصلوا اسبانيا من الاتحاد، من الفيزا شينغن. من الفيزا شينغن. علاش؟ لان الهجره الغير شرعيه، داك العدد الكبير اللي دخل من اسبانيا كيهدد، لانه خافوا انهم لان بقى داك الشينغن مفتوح، ديك القانون ديال الشينغن اسبانيا، يعني الفيزا شينغن الى اخره، يعني الموقع شينغن عفوا ديال اسبانيا، غادي يدوزو لباقي اوروبا كامله، يعني يشكلوا تهديد على واحد الهجره غير شرعيه بالاف ديال الناس ديال المغاربه، فهمتيني، الطاليان، فرنسا، والعديد من الدول الاوروبيه وانت طالع. وفي نظرك انت داك الشيء كامل جا غير هكاك لله في سبيل الله؟ ما لاحظتيش التسلسل ديال الاحداث؟ فتحوا الحدود، طلقوا عليهم عباد الله، موراهم في البلاصه الناس خايفه من هذه الهجره الغير الشرعيه الغير المنظمه الهمجيه انها تآذي وغتشكل خطوره على البلدان ديالهم. في البلاصه محاوله قانون اضطراري ولا استعجالي باش نفصلوا اسبانيا على الشينغن، باش نحميو انفسنا، وبهذا سيقومون بعزل اسبانيا. ومن غير يعزلوا اسبانيا غير خصها تليدي وتكونترولي هاد الهجره، يعني بكثره، بملايير ديال الناس بوحديتها، واللي بطبيعه الحال ما غتقدرش تكونترولي ديك الهجره بوحديتها. وهذا الشيء كامل فقط كجواب كما قلت لكم على اسبانيا ديال شوفي علاش حنا قادرين، والتهديدات اللي يعني كان الخطر اللي كنشكلوا عليك. يعني كتشوف حتى من بعد خرج رئيس الوزراء وتكلم ودخلت يعني العلاقات الدبلوماسيه، ولا رحنا غنسدو وردوا اللي ردوا، ومن بعد عاودتي كتشوف يعني الاجهزه الامنيه بدات كتضاربه مع المغاربه لان ما خلاتهمش يعاودوا يخرجوا، اللي بغى يخرج، وديك الروينه كامله، فهمتي، ولا اخيري. وخرج الاخر تيقول لك هذه راه الرئيس ديال الوزراء ديال اسبانيا قال لك راه هذا تهديد للامن القومي فهمتيني والسوبرانيه ديال اسبانيا، وزيد وزيد وزيد. يعني هنا من الانسان نوقفوا الاخوان ونحلوا المسائل بعقلانيه وبتسلسل، فهمتيني، راه غتشوف ان احنا داكشي اللي كنا تنقولوا لكم. انا شخصيا قلت لكم مؤخرا، لكم راه غتشوف المنطقه عديد من التغيرات، غتشوف في المنطقه عديد من الاضطرابات اللي هي خطيره. شنو وقع في تونس؟
شنو وقع في تونس ولا نتكلم لكم على تاهي؟ خلينا نديرو فيديو ياك. هادشي راه قلتو انا غير قبل ما نوض هادشي في تونس. قلت لكم بلي المنطقه وشمال افريقيا غادي يشهد اضطرابات وتغيرات سياسيه يعني كبيره وخطيره. هي جايه وبدات، راه بدات في تونس ياك، وحنا غنشوفوا شنو غيوقع عاوتاني دابا فين غتوصل ياك. هما دابا من المغرب اتاك اسبانيا، لان بزاف د الناس كظن باللي هاد الهجمه هادي راه لله في سبيل الله، لا راه الشعب راه دار لان حقه. هذا غير مجرد تحليل سطحي، ماشي تحليل، رؤيه سطحيه. وفعلا في الرؤيه السطحيه راه ان هناك واحد الضغط شعبي، واحد الضغط يعني يعني اسباب سياسيه كما تكلمت لكم في الفيديو اللي قبل، هي جعلت هاد الناس هادو باغيين يخويو المغرب. هادشي حنا عارفينه، ماشي شي حاجه اللي هي جديده، غير يعني المساله غادا وكتدهور. اما راه ما هو اعمق، ما هو في العمق راه اكثر من ذلك. ان الاخوان هذا العالم هذا ديال الانتليجنسيا، ديال المخابرات، الدولة العميقة، عالم ديال الظلمات كنسميه انايا. خير شي الشياطين ما كتقدرش عليه. انا راه البشر تيبان ليا اخطر من الشيطان، اقسم بما اؤمن الاخوان. شتي الشيطان راه كيوقف قدام هاد الناس هادو اللي كيخدموا في هاد العالم ديال الظلمات وديال المخابرات وديال، راه تيقول لهم السلامه اخويا، الله يبعدكم عليا. هذا الشيطان تيقولها لهم لهاد الناس هادو. اذا الاخوان غتشوفوا تغييرات كثيره، وحنا دابا غنشوفوا شنو غيوقع، غنراقبوا. ولكن راه هذا راه هو التحليل الاخوان العميق اللي كاين. وانا هادشي راه قلتو من بعد بطبيعه الحال ماشي وكذلك واحد المساله اخرى الاخوان اللي نسيت ما ذكرتش لكم، راه هي ديال سبته مليله. استرجاع سبته مليله هو مشروع يشتغل عليه الصهاينه، باغيين يسترجعوا سبته مليله للمغرب. فهمتيني علاش؟ كما قلت لكم كبوابتين. الصهاينة عندهم بوابة استراتيجية وجيوبوليتيك جد مهمة على باب أوروبا من خلال النظام الملكي. يعني كتستغلوا، غتستخدموا كوسيلة، يعني كفاس، كوجه. ومن الجانب الآخر راه عندهم الحدود مع الجزائر ومع إلى آخره شمال إفريقيا اللي هي تهي منطقة جد مهمة وجيوبوليتيك. وهادشي كامل يدخل في إطار النظام الصهيو إمبريالي. هادشي هذا راه ما غيفهموش بنادم، غير بنادم اللي كيقرا هو اللي غيفهم واللي تيبحث. وماشي فقط القرايه والبحث، الخبره والتجربه وليس تكبرا الاخوان، انما حقيقه الناس اللي كتبعني هنا وفاهمه وعارفه راه غتعرفني اش كنقول. والاخوان نحاول ما نطولش بزاف في هذا الفيديو، راه كنظن انني راني تكلمت يعني ما قل وذل. هذا الاخوان هو التحليل العميق ما وراء هاد الهجرة الغير الشرعية وهاد الشبهة العالمية. أما بما يخص الأوضاع الداخلية ديال المغرب فيكذب عليك الكذاب اللي غيعرف شنو غيوقع. الله أعلم، الله أعلم، لأن هناك بزاف ديال الحوايج كتقال، بزاف ديال المعلومات كتوصل، ولكن ما كاينش الأكيد. كذب عليك الكذاب، ما كاينش الأكيد. كاين الناس اللي كتقول راه الاولى ما شبتاتش، الثانيه ما تبتاتش، الثالثه ما غتزقلش، الثالثه ثابته. يعني ديال يقدر يكون واحد الغضب الشعبي اللي هو غير يعني غير كونترولي، اللي ما غيكونش كونترولي. ممكن ولكن شكون غيكون وراءه الله اعلم. انا اعتقد الا غيكون شي غضب شعبي غيكون فعلا واحد الغضب شعبي بسبب الازمات اللي كيعيشها المغرب، لان المغربي الله اعلم. فهمتيني؟ اما ما نقدرش نعطيكم شي حاجه اللي انا مازال ما عنديش عليها معلومات، ما عنديش عليها على الاقل واحد الشيء من اليقين. الاخوان تحياتي لكم.